السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بافضل حال. نسمي بالله بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. بصلايه صغيره او وسط كده، تقطيع حلو، شويه زيت، نص معلقه سمنه بلدي، وهشوح البصلايه تشويحه خفيفه لحد ما تبدأ معايا تدبل وتصفر، وبعد كده هقول لكم هنكمل وهنعمل ايه. بدأت تدبل معايا اهي. السمنة البلدي دايما بتدي رغاوة كده اهي. مجهزه لها ايه؟ مجهزه لها 2 طماطم متقطعه زي السلطه، قرن فلفل حراق اخضر مقطعه برضو زي السلطه، فصين توم هنزل بيهم وهديله تشويحه، وهنزل بيها بالتوابل اللي انا حباها. هنزل شويه كمون عشان المعلقه ما تسخنش، شويه ملح. الملح مش حابه توزنيه دلوقتي، اصبري لحد ما نحط اللي احنا عايزينه. شويه قرفه، شويه فلفل، شويه كاري، وشويه كزبره ناشفه. انا بصراحه حابه احط التوابل دي لاني مش هحط مرقه دجاج، مش هحط اي حاجه، فحابه اطعم الاكله. كنت هحط شطه بس انا حاطه قرن الفلفل بصراحه حراق، مش هحط تاني. هفضل اقلب لحد ما الطماطم دي تنزل كل عصيرها خالص والفلفل يدبل، وبرده مع التوابل تقليب اهو مستمر. وريحه السمنه البلدي ما شاء الله حلوه قوي، ومش هقول لكم برده هنعمل ايه. هتفضلوا معايا لحد ما نشوف هنعمل ايه. هقلب كويس لحد ما يدبل معايا خالص الخلطه ديت كده. خلاص اهي نزلت الصوص بتاعها وبدأت الطماطم تدبل خالص، وننزل بالنص كيلو الفريك اللي احنا غاسلينه بقالنا ساعة ولا ساعتين نقعينه في مية وعمالين نغسل فيه. نغسل فيه ليه؟ عشان يبقى طري معايا، وعشان خاطر هعمله زي ما انتوا شايفين كده. طب انا ناوي اعمل الفريك هحشيه حمام ولا هحشيه بط ولا هحشيه بالفراخ، ولا ممكن اسلق لحمه وانزل عليها، ولا اي حاجه خالص، ولا اي حاجه خالص. انا طالبه معايا اكل فريك وبطاطس محمره وبس. طبق الفريك احلى من طبق الرز كمان، والله العظيم بيبقى طعمه حلو قوي. انا بجيب نص كيلو فريك بغسله واسيبه منقوع ساعتين ينزل بقى الطينه بتاعته والحاجات اللي بتبقى موجوده فيه ديت، واجيب مصفى وطبق تحت منه املى بميه واصفيها، اغسل واملى ميه واصفيها زي ما انتم شايفين كده قدامكم مفتح. واللون الخضار ده غامق، بس اللون الخضاري الحلو النضيف اهو قدامكم. بحله تيفال، بصلايه وسط حلوه، شويه زيت، شويه سمنه بلدي تديله طعم حلو كده، وخصوصا ان احنا هناكله قرديحي من غير اي لحوم ومن غير محشي. بعد ما تدبل البصله هنزل بقرن الفلفل حراق اخضر اللي انت عايزاه، بس انا حبيت احرقه شويه عشان تدي طعم الاكله. فص توم او فصين توم مهروسين، طماطمتين مهروسين او متقطعين. حابه تحطي صلصه حطي، بس الطماطم بتدي طعم حلو قوي.
مع البصلايه والفلفلايه وفصين التوم كده. واول ما يبداوا ينزلوا الصوص بتاعهم هنزل بالنص كيلو الفريك، هديله تشويحه حلوه كده. ما تنسيش ان احنا حطينا التوابل في التتبيله بتاعتها، في الطماطم والبصله والفلفلايه والثوم، حطينا ملح فلفل كمون كزبره ناشفه كاري قرفه. شوحت على قد ما شوحت هنزل بالميه. معلومه، الميه ما بتبقاش كتير عشان خاطر انا نقعاه، يعني مش ناشف، بس يا دوبك هغطي وشه كده مش اكتر من كده. طب حابه احشي بيه بقى، هديله ميه نص الكميه. يعني دلوقتي انا غطيته اهو، هنزل الميه لتحت الكميه وهديله غلوه، واول ما يبدا يتشرب هوطي عليه واديله تقليبه واطفي، وابدا احشي ويكمل تسويته الباقيه مع الحمام او البط او الفراخ او اي حاجه حابه تحشيه جواها. لكن انا هنا مش هحشي، انا هنا بالنسبه لي عايزه اكله كده، يعني هدوق الحدق بتاعه وهسويه تسويه كامله. لا عايز شويه ملح كمان. طبعا ما ينفعش اقلب المعلقه بالحلل التيفال التيتانيوم ديت، لان ده طبعا هضطر ان انا هجرحها. هديتها تقليبه خالص. بصوا الميه يا دوبك، حتى مش زي الرز بعقله، لا لا خالص، على قد خالص كده. هدوقه، ملحه كده مظبوط. هغطي عليه، واول ما الميه تبدا تتشرب هوطي عليه واسيبه يتفلفل ونشوف الطبق بتاعنا. نشوف الفريك بتاعنا بعد ما اتشرب. بصوا هديله تقليبه واحده بس. بصوا ما شاء الله، دي ميزه التيفال، بصوا ما بتلزقش خالص اهي. هديله تقليبه، هوطي عليه خالص واسيب الفريك يتفلفل ويتشرب بتاعته براحته قوي، ونرجع ونشوف طبقنا بقى اللي تعبنا عليه. وبحمر البطاطس معاه. خلصنا الفريك وخلصنا طبق البطاطس اهو، ده غدانا النهارده. نشوف الفريك بتاعنا. بصوا طبعا الدخان ايه اهو، بصوا عامل ازاي. والله طعمه جميل جدا، طري. معلومة ان الفريك لو ما تنقعش ساعة او ساعتين كويس، تبص تلاقي وانتي بتندغي بتبقى بتشد معاكي، مش مستوية كويس. لكن مادام انا نقعتها وسويتها واديتها مية قليلة هتطلع متفلفلة زي ما انتم شايفين كده. بصوا بصوا الواحدة بوحدتها ازاي اهي. نسمي بالله كده، بسم الله. انا بصراحة مش بحبه معجن، انا بحبه مفلفل كده اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا عامل ازاي، طعمه جميل، ملحه مظبوط. بحب باكله مع البطاطس. عندك مخلل حطي، اعملي طبق سلطه، اعملي اي حاجه جنبيه مفيش مشكله. حابه تاكليه مع اللحوم اللي انت عايزاه. بس احنا بنقول افكار بسيطه وسهله على اساس ان هي تبقى يوم ويعدي، يبقى مش كل يوم محتارين ناكل ايه وهنعمل ايه ومفيش فلوس ومفيش فراخ مفيش لحمه مفيش حاجات من ديت. لا الحمد لله، البطن ما بتشكرش زي ما بيقولوا، بس احنا اللي بنشكر ربنا وبنحمد ربنا وبنقول الحمد لله. ويا رب يكون الطريقة عجبتكم، كانت سهلة، وغدانا النهاردة يعجبكم. هو عجبني. ما اعرفش العيال بقى لما يجوا هيعملوا ايه. ربنا يستر. تعالوا اتفضلوا معانا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا لي الجرس وتدعوا لي دعوة من قلبكم لعل الله يستجيب لي وليكم، وتترحموا على بابا وماما. ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويرحم أمواتنا جميعا. السلام عليكم.